يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى هعمل لكم، هنعمل مع بعض حاجه كده. بصوا، انا دايما كنت باكلها من ماما، بس انا ما عملتهاش قبل كده وما كلت، يعني ما شفتهاش اصلا. ما شفتهاش شكلا، يعني شكلها قبل كده، لان أنا كنت لو شفتها ممكن اقول عليها كبده، اقول عليها ما اعرفش شكلها، بس دايما اكلها من عند ماما وبحبها. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي كلاوي، ده شكل الكلاوي. انا كنت اول مره اشوفه واول مره اعمله برضو، يعني الاتنين. فانا هنا قطعتيها، هنغسلها طبعا. وبعد ما تغسليها هتقطعيها كويس، تقطعيها قطع صغنطوطه كده وتحطيها في المصفى تتصفى. بس هنستخدم فيها فلفل وبصل. طبعا أنا البصل والفلفل على قد كميه الكلاوي اللي انا عاملاها، اللي انتوا شايفينها دي هي كيلو. فهنا انا بشرت الثلاث بصلات وقطعت الفلفل 3 فلفلات. ده على كيلو كلاوي، خليكم فاكرين كيلو كلاوي. ودي التوابل اللي احنا هنستخدمها. هنستخدم ملح، شوية ملح. طبعا الملح انت هتدوقي بقى بعد كده. ومرقة دجاج. ودي 7 بهارات. وهنا معلقة معلقة توم باودر. ودول شوية فلفل اسود ومعلقة بصل باودر. التوم باودر والبصل باودر يا بنات بيعملوا فرق في الطعم جدا. هنا جبت الحله اهو، حطيت فيها الكلاوي، اتصفت كويس هي. بصوا انا مقطعاها، ده الحجم بتاعها المفروض تتقطع كده. وهنا جيت بقى حطيتها على النار من غير ما احط اي حاجه خالص، بس هنولع النار ونوطي دلوقتي وننزل بقى بالبصل عليها اول حاجه. يعني دلوقتي حطيت الحله على النار اهو، وطيت النار خالص من غير ما احط اي حاجه، ونزلت بالبصل وبعدين اهو بالفلفل ونقلب. بصوا طريقتها سهله قوي يا بنات، بس طعمها خطير، طعمها حلو قوي. انا اول مره اعملها، اول مره اشوفها. هننزل بقى بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها دي كلها، عليها كل ده على نار هاديه، مش هنعلي خالص دلوقتي. هي ما بتاخدش وقت خالص وما ما فيش والله، بس بتلاقي طعم. يعني انا حبيتها قوي، حبيتها قوي قوي. ومبسوطه ان انا عرفت شكل الكلاوي اصلا. انا ما كنتش اعرفه، ممكن اكيد في زي، يعني اكيد في زي كتير محدش عارف شكل الكلاوي، بس لا هي طعمها تحفه. دي طريقه ماما، انا واخداها منها يعني. دايما كنت اكلها عندها، بس اول مره اعملها بنفسي. ودينا كده نزلت بمرقه الدجاج اللي قلت لكم عليها، وهنفضل نقلب. وهنا بقى بنحط، بعد ما خلصنا بقى نزلنا عليها بكل اللي انا قلت لكم عليه، هنحط عليها معلقه زبده، او معلقه زبده صفرا، معلقه سمنه بلدي اللي انتي حابه تطبخي بيه. بس كده، وهنقعد نقلب. هنا بقى هنبتدي ايه، نعلي النار عليها. هي هتلاقيها بتنزل ميه، بس هنحط عليها كوبايه ميه، بس هي كوبايه ميه واحده. وهنا هنعلي النار ونقلبها كده، ونقوم مغطيين عليها ونسيبها. هي ما بتاخدش على فكره يعني سوا، يعني بتاع نص ساعه مثلا كده. بصوا انا غطيت عليها اهو. بصوا ما خدتش حاجه والله. بصوا هنا غليت بقى، ابتدت في السوا كده، دخلت في السوا. هفضل برضو اشيل الغطا واقلبها، مش هسيبها وامشي لا، افضل كل شويه اجي اقلب عليها، اجي اقلب فيها يعني لحد ما الاقيها استوت كده. هي كده دخلت في السوا خلاص. بصوا لحد ما انت هتدوقيها هتلاقيها استوت، هي مش هتاخد نص ساعه كده بالكتير قوي هتلاقيها استوت. هنا بقى بصوا انا خرفتها، بصوا القمر. تاكليها بقى طبعا مع الرز الابيض، او ممكن تغمسيها بعيش بلدي اللي انتوا حابينه. بس كده، اكله سهله وبسيطه ومش واخده وقت.